أول خطوة عملية هنعملها في الدروب شيبينج. في الفيديو اللي فات احنا عرفنا هنبيع فين وهنبيع ايه وهنبيع منين وهنبيع لمين. في الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ ناخد مع بعض أول خطوة عملية نعملها في عملية الدروب شيبينج، وهي ان انت هتدخل تعمل صفحة احترافية على الفيسبوك. طيب هعمل صفحة احترافية على الفيسبوك مش هعمل جروب، ايه الفرق بين الاتنين؟ الجروب ده بيبقى عبارة عن ان انت بتبدأ تضيف معارفك واصحابك، واصحابك يضيفوا اصحابهم، واصحابهم يضيفوا اصحابهم، وتبدا تكبر على المدى الطويل. وكمان بتشتغل بشكل مجاني اللي هو الاورجانيك. واحنا طبعا مش هنشتغل اورجانيك، الاورجانيك ده اخرك هتجيب مثلا 5 او 10 اوردرات بالكتير قوي في الشهر، لكن احنا عايزين نجيب ال10 اوردرات دول في يوم واحد، واكتر من كده كمان ان شاء الله 20 و30 اوردر في يوم واحد باذن الله. فهتبدا تعمل صفحه احترافيه على الفيسبوك. طيب هعمل صفحه احترافيه على الفيسبوك ازاي؟ هتدخل على اليوتيوب وتكتب في سيرش اليوتيوب انك عايز تعمل صفحة احترافية على الفيسبوك. الموضوع سهل جدا جدا وبسيط، ولو مش عارفين تعملوه اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هبدأ اشرح لكم ازاي تعملوا صفحة على الفيسبوك. طيب بعد ما نعمل صفحة احترافية على الفيسبوك هتبدأ تعمل لها لوجو وصورة كفر لصفحة الفيس. طيب هنعملهم ازاي؟ على اسهل حاجة ممكن تتعمل انت هتعرف تشتغل عليها. لو بتعرف تشتغل على فوتوشوب ماشي، ما بتعرفش خليك في السهل واشتغل على كانفا. كانفا بسيط جدا جدا وبيكون فيه تمبلت جاهزة، وبتبدأ بتدخل تعدل عليها بس وتكتب الاسم بتاعك، والموضوع بيبقى سهل وبسيط. ويا ريت ما تشتغلوش على المجاني، اشتغلوا على المدفوع. المدفوع بيبقى في صفحات كتير على الفيسبوك وبتبيع الاكونت المدفوع ب 150 جنيه، يعني مش رقم، يعني السنه تقريبا ب 50 جنيه. فالموضوع هيبقى بسيط ان شاء الله. وفي صفحات كتير على الفيسبوك هتقدروا توصلوا لها بكل سهوله. وبرضه لو ما عرفتوش تعملوا لوجو وكفر لصفحه على الفيسبوك اكتبوا لي برضه في الكومنتات، واحده واحده هبدا اشرح لكم الموضوع ببساطه. يعني انا متخيل ان الناس ايديها ماشيه شويه في موضوع ان هي تشتغل على الكمبيوتر، فان شاء الله ما يبقاش حد لسه مش عارف يعمل الحاجات دي يعني. ومع ذلك لو مش عارفين تعملوها ابعتوا لي او اكتبوا لي في الكومنتات وهبدا اشرحها لكم ان شاء الله واحده واحده. طيب هل احنا بقى اخترنا خلاص؟ طبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان احنا هنختار مجال محدد. لو احنا اخترنا المجال المحدد اللي احنا اخترناه وليكن مثلا ملابس، هنبدأ ندخل على الملابس ديت ونختار المنتج اللي هنشتغل عليه. في ناس كتير برضو للأسف بتبعت لي بتقول لي احنا خايفين نختار المنتج، مش عارفين نختار المنتج ازاي. انا كنت عامل فيديو قبل كده على التيك توك هنا برضو ازاي تختار المنتج، وكنت قايل فيه شوية مواصفات هتختار عليها المنتج انه يكون ان هو يكون بيحل مشكلة، وان هو يكون عليه طلب، وان انت تعرف تطلع له ارباح كويسه او تحط عليه ارباح كويسه، وان هو يكون منتج مش منتشر بشكل مبالغ فيه، ويكون ليه ميديا قويه على المنصه اللي انت هتشتغل عليها، وان يكون جودته محترمه، وتعرف انت عايز تبيعه لمين، وتحط عليه عموله كويسه ما تقلش عن 250 جنيه. بص انا مش عايزك تعطل نفسك على موضوع اختيار المنتج. اختار اي منتج وخلاص، اهم حاجه انه ما يكونش منتج سعره رخيص. يعني ما تختارش منتج ب 50 جنيه ولا ب 100 جنيه ولا حتى ب 150 جنيه. اختار منتج تعرف تحط عليه عمولة مش أقل من 250 جنيه. وليه ما تحطش عليه عمولة أقل من 250 جنيه؟ الكلام ده أنا كنت شارحه في فيديو على اليوتيوب، هتلاقي اللينك في البايو لو أنت عايز تخش تتفرج على الفيديو. ليه ما تحطش عمولة أقل من 250 جنيه؟ لأن طبعا فيديو طويل وفي شيت إكسل مش هعرف أشرحه لكم بشكل سريع. لازم تدخلوا وتتفرجوا على الفيديو وإن شاء الله هتستفيدوا منه يعني. طيب بعد ما بدأت واخترت المنتج، اختاره ما تحطش على أي، زي ما قلت لك ما تحطش أي حاجة من الشروط. اختار منتج أنت شايف إنه هيبيع وشكله كويس. طب ليه بقى؟ لأن أنت مثلا لو أنت مثلا اخترت زي ما قلنا مجال الملابس عشان مثلا تختار ترنج وهتبيع، أنت هتبدأ تبيع في الترنج ده، أو مثلا اخترت سويت شيرت معين أو اخترت حتى بنطلون أو أي حاجة، هتفضل بقى تشوف هو بيحل مشكلة مين، ومنتشر ولا مش منتشر، وشكله عامل إزاي، وتبدأ تطبق عليه الشروط اللي عندنا دي. اكيد لا. فما تعطلش نفسك كتير في موضوع المنتج، ابدا واختار منتج وابدا اعمل عليه تيست، لان اكيد مش هيطلع لك المنتج الوينر من اول تجربه انت بتجربها. بالعكس انت هتختار منتج واثنين وثلاثه لحد ما تلاقي منتج يشتغل معاك كويس، وهتبدا تسكيل عليه. حتى لو كان فيه نفس المواصفات اللي احنا قلناها، ممكن يبقى فيه كل المواصفات بس ما يبقاش وينر معاك، ممكن يبقى وينر مع حد تاني ومش وينر معاك. فهي الموضوع في الاول وفي الاخر يا جماعه بيبقى ارزاق. فانتوا اختاروا اي منتج، المهم ان انتوا تبداوا وتختاروا المنتج وتبداوا تجربوا عليه، وان شاء الله لو نجح معاكم بتكملوا عليه، ما نجحش بتبدا تشوف منتج تاني. وما تقلقش من اختيار المنتجات، ان انت كل شويه هتعمل تيست، ان شاء الله هتلاقي منتج رابح معاك هيعوضك عن التيست بتاع المنتج الاولاني والتاني والتالت اللي انت هتبدا تصرف عليهم. طيب بعد ما نعمل الكلام ده كله، في حاجه مهمه جدا جدا وغلطه انا وقعت فيها ومش عايزكم تقعوا فيها، فهقول لكم تعملوا ايه. انا كنت باخد المنتج زي ما هو
وابدا اعمل له اعلان على طول، وابدا احطه زي ما هو بنفس الصوره بنفس المواصفات اللي موجوده على المنصه. دلوقتي لما انت العميل ده بيخش يشتري منك بيلاقيك نفس الصور اللي عندك هي نفس الصور اللي عند المنافسين بتوعك. وانا هقول لكم على موقف ظريف كده حصل يعني ما بيني وما بين بعض العملاء او كذا عميل، ان هو كان بيدخل يسالني يقول لي انا شايف السعر عندك اغلى من المنتج اللي عند فلان، وفلان ده بيبيعه ارخص منك، طب ليه؟ انا طبعا يعني كنت بتصرف ما حدش يعمل زي كده، كنت بتصرف غلط، كنت بقول له هو المنتج روح اشتري من عنده. فبيقول لي ازاي اشتري من عنده؟ يعني انت مش خامتك احسن؟ بقول له لا هو ده هو نفسه هو ده. بيقول لي طب ليه فرق السعر؟ قلت له عادي، هو الراجل ارتضى بربح معين او بمكسب معين، انا ما شايف ان المكسب ده مش هيغطي معايا، فخلاص اشتري منه، دي مصلحتك وده احسن لك يعني. وكان العميل فعلا بيسيبني ويروح يشتري منه. ده مش صح. حاول ان انت تطول بالك مع العميل وقول له يعني بلاش تقول له ان التاني وحش او انا خامتي احسن من خامه التاني، لا هو ان هو في الاول وفي الاخر انتوا الاتنين نفس الحاجه. طيب اعمل ايه؟ هتبدا تقنعه بجوده المنتج بتاعك من غير ما تيجي جنب العميل خالص، هتقول له اصل انا منتجي جودته كويسه، خامته كويسه، انا واثق في المنتج اللي معايا. انا مثلا عندي، لو انت المنصه بتعمل استرجاع واستبدال، انا عندي استبدال واسترجاع بعمله لك، لو المنتج ما عجبكش عندي معاينه قبل الاستلام. بتبدا تقول له، بتقدم له قيمه وبتقدم له المميزات اللي عندك وهي موجوده عند التاني، بس هو بقى ممكن يكون ما سالش التاني، هو بيسالك انت. طيب عشان تطلع من الموضوع ده برضو حاول ما تخليش الصور بتاعتك والوصف بتاعك شبه الوصف والصور بتاعه المنافس ليك. ابدا اعمل تصميم، انت خلاص احنا قلنا ان احنا هنشتري اكونت على كانفا، هنبدا نعمل تصميمات على كانفا في منتجات كتير، هتبدا تخش هتشيل المنتج اللي موجود وتبدا تحط المنتج بتاعك وتبدا تعمل تصميمات مختلفه، وكمان هتبدا تعمل وصف بشكل مختلف. ده اللي انت محتاج تتعب فيه شويه، ان انت المنتج ما تنزلهوش زي ما هو خلاص، لا ابدا اعمل عليه شكل ظريف كده وابدا يعمل عليه حاجات مختلفه عشان الموضوع يفرق معاك. من ضمن المواقف برضو اللي هقولها لكم سريعا كده، ان كان في حد برضو انا كنت ببيع منتجات، وكان في حد بنت يعني كانت طلبت نفس المنتج اللي انا ببيعه من صفحه تانية، وانا كنت ببيعه ارخص. يعني انا مش دايما انا ببيع اغلى، لا اوقات ببيع ارخص حسب نسبه الربح اللي انا بحطها على المنتج اللي انا ببيعه. فجت قالت لي في صفحه تانية انا كنت طلبت منها والاوردر لسه ما جاليش، وانا شايفه ان انت بتبيع ارخص، فليه انت بتبيع ارخص؟ قلت لها نفس الكلام، انا ارتضيت بنسبه ربح معينه لكن هو نفس المنتج. قالت لي طب الغي منهم واشتري منك؟ قلت لها لا ما تلغيش، ده رزقه ونصيبه، وانت خلاص خدت الاوردر منه، خلاص خليكي معاه وكملي معاه الاوردر للاخر. فالشاهد من الموضوع هنا اللي انا عايز اقوله لك واللي عايز افهمه لك، ان العميل مش بعد ما بيشتري منك كده بتبقى تمت البيعه، بيبقى في ناس تانية بتنافسك، وفي ناس تانية ممكن تقول له لا الغي، ده الاوردر ده وحش، ده المنتج ده وحش. فانت عشان تتقي الموضوع دوت وتخلي الزبون نفسه وهو بيتكلم منافس ليك وبيحاول يقنعه بالعكس، ان انت تخلي انت شكلك مختلف، وضعك مختلف، انت براند. ليه البراندات بتبيع اغلى؟ بتبص بتلاقي شكل البراند نفسه، يعني ممكن مثلا براند زي زارا، انت لما تمسك التيشيرت من عنده او تمسك القماشه، او بلاش نقول زارا، يعني اي براند انت بتشتري من عنده وتمسك القماشه تلاقيها هي، وممكن تكون كمان الجوده اللي عند الموقع التاني او البراند التاني اللي هو مش معروف تكون الجوده بتاعته احسن، بس الناس بتشتري من البراند بشكل اغلى. طيب ليه؟ الموضوع ده في عامل نفسي، ان هو ضامن البراند دوت، هو عارف ان البراند ده هيقدم له حاجه محترمه وكواليتي محترمه حتى لو هي ما كانتش كده، ففي بعض البراندات بتبيع باسمها بس. فانت حاول توصل للعميل ان انت براند وليك شكلك وليك كيانك وليك هيئتك، ان حتى لو المنافس قال له ده نفس الحاجه اللي انا ببيعها هو اللي بيبيعها، ما يصدقش المنافس بتاعك، ويبقى انت عندك كيان وعندك شكل مختلف وعندك صوره احترافيه اكتر، فتبدا تبيع. طيب كده عرفنا احنا هنعمل صفحة على الفيسبوك، هنبدأ نختار المنتج بتاعنا وما تعطلش نفسك على المنتج، هنبدأ ان شاء الله نعمل لينا شكل مختلف ووصف مختلف. استنونا في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.